السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجنا جمهور الأهلي. طبعا لسه ماتش الأهلي والسموحة لسه خالص. طبعا اتفرجنا على المباراة الدراماتيكية، يعني الحكم في آخر المباراة بيطرد يعني محمد الشناوي. يعني محمد الشناوي تعرض، يعني انا ما اعرفش ايه الطريقه الغريبه اللي بيلعب بيها احمد سامي ضربات يعني الكورنر او يعني الضربه الثابته غريبه قوي. كورنر بيلعبها بطريقه بيدخل اللعيبه بتاعته كلها جوه جون، بحيث ان هم يشغلوا الشناوي ويشغلوا لعيبه الاهلي ويجيبوا جون. فيعني انت عملت الحركه دي يعني في كل مباريات الاهلي ولحد دلوقتي برضو بتعملها. مش فاهم يعني ايه مغزى الكورنر الغريب اللي انت بتعمله ده، وبتخش بتخلي اللعيبه تخش تزق في المدافعين وتزق في الشناوي. يعني حاجه في منتهى يعني البرود ومنتهى الغلاسه. يعني مش حركه حلوه خالص. يعني ماشي، ممكن يعني حركه، يعني ايه، رزاله او حركه يعني نظام شمال افريقيا والمغرب وتونس والكلام ده. يعني حركه انت ما استفدتش بيها حاجه، يعني انت ما استفدتش بيها حاجه غير ان انت يعني عملت مشكله. وفي الاخر اضطر الشناوي ان هو يتنرفز على اللعيب بتاع سموحه وضربه قدام الحكم. وطبعا طارق مجدي ما كدبش خبر، ما صدق لقى حاجه زي دي، قام طارد الشناوي. طبعا حضراتكم عارفين طارق مجدي والغل طبعا الزملكاوي اللي جواه. يعني بصدق يلاقي حاجة يعمل عليها شو ويطرد الشناوي. طبعا مش عارف يعمل حاجة للفريق طول الماتش. الشناوي بيشيل جوان وطلع كذا جون. طب يعني حسام حسن دخل في الشناوي اكتر من 5 مرات، يعني دخل بكل قوة في الشناوي أكتر من 5 مرات. والنهاردة يعني هرى الشناوي ضرب. طب فين الجزاء، ولا فين الانذار حتى، ولا مفيش أي حاجة خالص. مفيش أي حاجة خالص من طارق مجدي. طبعا احنا عارفين من الأول خالص، من قبل ما الماتش يبدأ، إن يعني طارق مجدي يعني هيعمل البدع ويعني هيظبط الدنيا. فاحنا يعني متعودين على كده مع الحكام اللي شبه طارق مجدي. طبعا اللعيبه هتتدرب عادي والشناوي يتدرب عادي. حسام حسن بيخش بكل يعني غشامه وكل غباء على الشناوي، عادي جدا مفيش اي حاجه. في الاخر خالص خلى القصيده كفر وراح طارد الشناوي في الاخر. الحمد لله، يعني لنا ربنا ومش عارفين نجيبها منين ولا منين. طبعا العقوبه بتاعت كهربا مبهدله السوشيال ميديا من امبارح. وطبعا يعني التصريحات ما بتبطلش. العقوبة بتطلع الساعة 12 بالليل ولا الساعة مش عارف 11 بالليل، ان الكهرباء موقوف 12 مباراة ومليون جنيه. وطبعا الأهلي في مبشرات ومؤشرات بتقول لو حاجة حصلت زي كده الأهلي هينسحب من السوبر ويغرم بقى اتحاد الكورة عليا وعلى اعدائي، لان احنا خلاص زهقنا من المواضيع دي وزهقنا من القرف ده. لجنة الانضباط دي اساسا ما احناش عارفين مين اللي عينها، ومش عارفين بتاخد قرارات على اي اساس. ابراهيم فايق امبارح طلع قال لك الناس بتاعت لجنة الانضباط قال لك اقصى حاجة في اللجنة نص مليون. معرفش هم جابوا منين مليون، ومعرفش جابوا 12 مباراة منين. يعني من السنه اللي فاتت ولا معرفش اللي قبليها، لما غرموا لما وقفوا شيكابالا 8 مباريات. يعني ده اقصى حاجه عملوها. ومع العلم برضو ان يعني شيكابالا الناس زعلانه قوي، والناس من الاهلاويه زعلانين قوي ان جماهير الاهلي بتشتمه. طب يعني انتوا زعلانين قوي ان جماهير الاهلي بتشتمه، طب ما تشوفوا الاول عمل ايه في جماهير الاهلي في ماتش الاهلي والزمالك. يعني ادام انتوا زعلانين ومحرورين قوي وانتوا بتقولوا على نفسكم اهلاويه وشكلكم اساسا مش اهلاويه، طب ما تشوفوا الاول شيكابالا عمل ايه في ماتش الاهلي والزمالك، والحركات البذيئه اللي كان بيعملها قبل الماتش لجماهير الاهلي. ولا انتوا بتتكلموا بس وبتقولوا بس وبتقولوا ان هو ازاي جماهير الاهلي تشتمه ازاي؟ طب ما هو بيشتم في جماهير الاهلي وبيشتم في لعيبه الاهلي. ايه المشكله يعني؟ يعني ايه المشكله ومرتضى منصور ليل ونهار بيسب في الخطيب وبيسب في الاهلي وبيسب في جماهير الاهلي وبيسب في كل اللي حواليه. محدش بيقول له تلت في ثلاثه كام. لسه الحمد لله امبارح القضاء الاداري بيقول ازاله الصفه منه وخلاص واتشال من منصبه، عزله من منصبه امبارح. وزير الرياضه خايف يشيله، لسه مستني القضاء الاداري يقول له شيله.
يعني احنا في مستنقع، واحنا في اتحاد عار ولجنه عار ووزير عار وكل حاجه عار في عار، وانتوا بتقولوا لي اصل شيكابالا زعلانين ان هو بيتشتم. امال يعني عايزين ايه؟ يعني عايزين جماهير الاهلي يعني يعمل ايه؟ اللي كل ما يلعب قدام الاهلي ينزل يعمل حركات بجسمه، يعمل حركات بايديه؟ ما انتوا ما بتشوفوش اتعميتوا؟ ولا انتوا يعني جماهير ايه؟ يعني انا مش قادر افهم. ولا انتوا جماهير مندس جوه جماهير الاهلي؟ ولا حكايتكم ايه؟ تقولوا لي اصل الجماهير بتشتم. لا تشتم، لا من حقها تشتم بقى. ادام قله الادب وصلت لكده، وادام عندنا لجنه انضباط بقله الادب دي، وتطلع تقول كهربا 12 مباراه وشيكابالا يطلع كده صاغ سليم، والسباب اللعان اللي طول الموسم بيشتم في محمود الخطيب وبيشتم في الاهلي ياخد 300,000. ايه ده؟ ايه ده يعني ده؟ دي لجنه ايه دي لجنه كشري مش لجنه انضباط. لجنه ايه دي في مستشارين ايه اللي فيها دي؟ ولا اتعينت ازاي؟ ولا مين اللي عملها؟ ولا معموله ازاي؟ ولا معموله تحت السلم؟ ولا ايه بالظبط؟ يعني اتفرجنا، العالم كله اتفرج علينا، والعالم كله بيعرف ان احنا ما عندناش اتحاد كوره، والعالم كله عرف ان احنا ما عندنا الكوره دي عندنا في الزباله. يعني كفايه بقى، كفايه مرمطه بقى، وكفايه قله ادب، وكفايه يعني سفاله. يعني وزير الرياضه يبعد شويه عن الكوره، واتحاد العار ده يتنيل تغور في داهيه يستقيل، وننتخب اتحاد كوره عدل. يعني مين في اتحاد الكوره بيفهم كوره؟ مفيش، صفر، محدش بيفهم فيهم كوره خالص. جمال علام ده ما لعبش كوره اساسا. حازم امام ملوش في التدريب، ولا له في ان هو اداري، ولا ليه في اي حاجه خالص. محمد بركات كذلك، ما حدش فيهم اساسا بيفهم في الكوره. كلهم يعني لعبوا كوره. يعني حازم امام لعب كوره، ومحمد بركات لعب كوره، انما ما شالوش مناصب يعني حاجه تقيله، او ان هم يطوروا، او ان هم يعملوا اخدوا دورات فين، ولا عملوا ايه، ولا خلوا ايه. ما خدوش في اي حاجه خالص. منين انت؟ ده ايه اتحاد الكوره ده؟ يعني اتحاد كوره تعبان، ما فيش حتى في حد بيفهم، ولا لجنه انضباط بتفهم، ولا لجنه تظلمات، ولا لجنه مسابقات، ولا لجنه اي حاجه بتفهم. وطالع رابطه الانديه تقول لك اصل جماهير الاهلي بتشتم حطوا عليها غرامه، والجماهير ما تخشش، والجماهير ما بتعمل. انتوا كنتوا فين اساسا؟ كنتوا فين من اول السيزون؟ وانتوا ما شفتوش جماهير الزمالك عملت ايه قبل كده؟ ما شفتوش جماهير الزمالك عملت ايه في ماتش اسوان؟ ما شفتوش الشتيمه اللي اتشتمت في ماتش اسوان؟ ما شفتوش الحكم اللي اتضرب في ماتش اسوان؟ انتوا كنتوا فين؟ كنتوا فين يا رابطه الانديه؟ انتوا كنتوا بتعملوا ايه؟ ولا كنتوا فين؟ كنتوا نايمين على ودانكم؟ ولا هو كل حاجه الاهلي، كل حاجه الاهلي، كل حاجه الاهلي؟ وانتوا ما عندكمش غير الاهلي اللي شايفينه عايزين تزل، يعني تدهسوا الاهلي بقدر ما انتوا تستطيعوا يعني. ايه الغل ده؟ ايه الغل اللي انتوا فيه ده؟ الاهلي يروح يشوف له حته تانية طب يلعب فيها، ولا يروح للفيفا يقول لهم وقفوا المسابقات دي خالص، مش عايزينها، خلي الكره تقف عليكم وعليكم كلكم؟ في ايه؟ ايه هو يعني؟ هو مش كفايه مستحملين ان احمد بيه دياب اللي ماسك رابطه الانديه عنده نادي فيوتشر؟ هو في حد يبقى ماسك رابطه انديه وعنده نادي جوه الدوري بيلعب؟ من امتى بيحصل الكلام ده؟ من امتى؟ عمرنا ما شفناها في العالم ان واحد يمسك رابطه انديه ويبقى عنده نادي جوه الدوري بيلعب. في ايه يا جماعه؟ ده كلها شغاله خلطبيصه، وكلها شغاله كوسه، وكلها شغاله يعني خلطبيص اي حاجه في المكرونه. ايه ده؟ ايه ده يعني؟ الواحد مش عارف يقول ايه الصراحه، وحاجه يعني تغم. وانت بتلعب المباراه يطلع لك مصراوي وانت بتلعب المباراه يقول لك اصل كهربا. واحد طلع من مصدر في لجنه الانضباط قال لك كهربا لو لعب يعتبر مشاركه باطله، والاهلي يبقى خسران 2-0. طب المصدر ده طلع امتى؟ ولا المصدر ده قال ايه؟